البراء بن مالك في الصفوف الأمامية، تمام، مقاتلين، يقدم لكم رسالة ونص الرسالة: وطنكم السودان هو النبض الذي يمنحكم القوة، فكونوا شموعا تضيء مستقبله بعلمكم وحبكم لوطنكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على النبي خير البرية أجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخواني الطلاب جميعا والإخوة الأساتذة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدءا حللتم أهلا ونزلتم سهلا، الحمد لله على السلامة. أقول لكم الحمد لله على السلامة بعد الرحلة الشاقة والطويلة اللي استمرت لساعات، والحمد لله رب العالمين يعني غبرت أرجلكم الطاهرة البلد الطيبة دي إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تعالى تلقوها وتلقوا أهلها برحابة صدرهم وبكرمهم إن شاء الله تعالى، فرحين سعداء بينكم بإذن الله رب العالمين. عبركم والتحية والشكر والتقدير لأخواننا في منظمة وجاز، وأخواننا في الإسناد المدني في لواء البراء بن مالك، وتحية خاصة جدا لأخونا حازم مصطفى اللي رعى هذا العمل الطيب. يعني نسأل ربنا عز وجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فرعون يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر. فرعون يا رسول الله. فرعون نسعى لنصرة الله ونصرة الوطن. الله أكبر الله أكبر. يعني عبركم الشكر له، ونتمنى له الشفاء ان شاء الله تعالى، انه يرجع لحضن الوطن سالم معافى ان شاء الله تعالى. انا ما دار اطيل على الناس الحديث، لكن والله الواحد سعيد جدا انه الليله يجي في ظل الاحداث اللي في البلد دي كلها، وظل الزخم الحاصل فيها، وظل الحروبات الحاصله فيها، يبقى في شباب اطفال لسه ما زالوا متمسكين بالتعليم، ويعني ماسكين دربهم ده وماسكين قلمهم ده بفضل الله رب العالمين، ولسه طموحهم واملهم انهم يعيشوا في سودان مستقر يسعهم، يشبه احلامهم ويشبه طموحاتهم ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى تستغير البلد دي وتامن البلد دي وتنهض وتعمر بكم انتم ان شاء الله تعالى. نحن حريصين في ظل كل هذه الحروب وفي ظل كل هذه النزاعات وفي ظل الاعتداء الغاشم ده، انه دولاب العمل ودولاب الدوله يسري ويستغير ان شاء الله تعالى، وانه عجله التعليم دي ان شاء الله تعالى لا تقيف لا تتعطل ان شاء الله تعالى، وانه التعليم ده يستمر وشبابنا واطفالنا ديل يعيشوا مستقبل ويعيشوا احلام تشبههم باذن الله رب العالمين. اصل الحروبات دي والطلقه دي ان شاء الله تعالى ما بتوقفنا ان شاء الله تعالى، وما بتوقفكم ان شاء الله تعالى. انتم طلقتكم وانتم سلاحكم القلم ده باذن الله رب العالمين. السودان ده باذن الله رب العالمين تعمروه بقلمكم، تعمروه بعلمكم ان شاء الله تعالى. الحرب دي يا اخواننا شبابنا واخوانكم الكبار ديل ان شاء الله تعالى قادرين على انه يسدوها باذن الله رب العالمين، وقادرين على انهم ينهوها ان شاء الله تعالى. انتم حربكم ومعركتكم القلم ده ان شاء الله عز وجل. احنا ما دايرين عقولكم ولا دايرين طموحاتكم ولا دايرين افكاركم تتلوث بالمعركه دي على الاطلاق. ما دايرين يبقى تفكيركم الدانه ولا يبقى تفكيركم الطلقه ولا يبقى تفكيركم السلاح. سلاحكم هو القلم ان شاء الله تعالى. السودان ده يا شباب انتم مستقبله. السودان ده انتم مستقبله. الحرب الدائره دي كلها عشان تضيع مستقبلكم انتم. الحرب الدائره دي كلها عشان تضيع احلامكم انتم. الحرب الدائره دي كلها عشان تكثر وتدفن طموحات واحلام امهاتكم وابائكم. آباكم أفنوا يعني ظهر شبابهم وكل مستقبلهم وكل حاضرهم عشان يعيشوكم انتم في مستقبل يشبهكم ان شاء الله تعالى. الحرب دي ان شاء الله تعالى لزوال،
والحرب دي باذن الله رب العالمين في خواتيم ان شاء الله تعالى، وكلكم ترجعوا لمناطقكم امنين سالمين. لكن معركتنا الحقيقيه في العلم ده يا شباب، معركتنا الحقيقيه في القلم ان شاء الله تعالى، معركتنا الحقيقيه في مستقبلكم. الشباب السودان ده انتم مستقبله، انتم الدكاتره، انتم المعلمين، انتم المهندسين، انتم يعني اصحاب الراي فيه، انتم اصحاب القرار، انتم المعدنين، انتم التجار، انتم اصحاب المهن، انتم الحرفيين، انتم في اي حاجه ان شاء الله تعالى. السودان ده بيعمر بيكم انتم، السودان ده بيبقى بيكم انتم العالي يا شباب. وطنكم ده ابقوا عليه 10، بلدكم دي ابقوا عليه 10. ما تدوا فرصه ليزول يعني يسلب ارادتكم، وما تدوا فرصه ليزول يعني يلوث عقولكم ان شاء الله تعالى. ابقوا 10 على دينكم، ابقوا 10 على قيمكم، ابقوا 10 على اخلاقكم. تمسكوا بدينكم وتمسكوا بقرانكم، امسكوا في اذكاركم قوي ان شاء الله تعالى. العالم ده كله قاعد يحسدنا في طاقاتنا بتاعت شبابنا دي، انه السودان ده لسه رافد بشباب ورافد باطفال عندهم مستقبل واعد. ان شاء الله تعالى قادرين نحرس المستقبل ده، قادرين نصنع مستقبل يشبهكم ان شاء الله تعالى، قادرين نصنع مستقبل يشبه احلامكم باذن الله رب العالمين. احنا عايزين اي واحد فيكم في وطنه ده جندي ان شاء الله تعالى، جندي بعلمه، وجندي بدراسته، وجندي بقلمه، وجندي بنهجه، وجندي باخلاقه، وجندي بسلوكه ان شاء الله تعالى، جندي في مدرسته ان شاء الله تعالى. زي ما انا ذكرت لكم، انا ما داير المعركه دي تلوث افكاركم على الاطلاق، وما تنشغلوا بالمعركه دي يا شباب. انتم معركتكم دي القلم ان شاء الله تعالى. الحمد لله ان شاء الله بما انكم جيتوا ووصلتوا هنا، تكملوا امتحاناتكم وتكملوا يعني دورتكم فترتكم المدرسيه بتاعت الامتحانات، وترجعوا لاهالكم سالمين غانمين باذن الله رب العالمين. ونحن على مستوى لواء البراء الممالك في الاسناد المدني، واخواننا في القطاع التعليمي، واخواننا في منظمه الجاز، وكل المنظمات وكل الفئات ان شاء الله تعالى الطوعيه باذن الله تسهر على خدمتكم وتسهر على ترتيب حاجاتكم وتقضي احتياجاتكم ان شاء الله تعالى، الى ان ترجعوا باذن الله رب العالمين سالمين غانمين. نحن ان شاء الله قادرين تماما انه نسد اي نقص، قادرين تماما انه نرتب معاكم اي حوجه ان شاء الله تعالى. تلقوا البلد دي رفاهيه باذن الله، امان، سلام، خدمات متوفره ان شاء الله تعالى. انا ما دار اطيل على الناس، لكن وصيتي لكم يا شباب، وصيتي لكم احرسوا البلد دي بقلمكم، احرسوا البلد دي بعقولكم، احرسوا البلد دي يعني بقلمكم ده ان شاء الله عز وجل، احرسوا القلم دي بكتابكم ده باذن الله رب العالمين. احنا دايرين منكم المهندس، وعايزين منكم المزارع، وعايزين منكم الافندي، وعايزين منكم الاستاذ، وعايزين منكم الباشا، وعايزين منكم اي حاجه. الدكتور دايرينه منكم. المستقبل البلد دي بتحرسوه انتم ان شاء الله تعالى. الشباب ديل كلهم قادرين انه يحموا مستقبل البلد دي، الشباب ديل قادرين انه يخلقوا لكم مستقبل يشبه احلامكم. ما عايزين هم بالنسبه لكم الا تعليمكم، ما عايزين هم بالنسبه لكم الا مستقبلكم ان شاء الله تعالى. انا ما عايز اطيل اكثر من كده، انا سعيد جدا انه الليله التقيكم الشابات الصغار ديل والشباب الصغار ديل، ابنائنا واخواننا. فرصه سعيده بالنسبه لنا انه نلتقي في ظل المعركه دي، وبنقول لكل العالم انه الحمد لله رب العالمين في ظل معركتنا دي دولتنا باقيه، ودولتنا دي باذن الله رب العالمين يعني قادره انها توفر الخدمات الاساسيه، وقادره انها تركز اركان الدوله باذن الله رب العالمين في انها اي خدمه تعليم وصحه ويعني وخدمات تستقر وتمضي باذن الله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. الله اكبر الله اكبر. طيب الحاجه دي مفيده جدا لنوعين من الطلاب. واحد عنده تشتت ما قادر يركز، تتكلم معك تلقى سرح، يا ولد ركز، ده تنفع معه الاستراتيجيه دي. النوع الثاني اللي بتنفع معه الاستراتيجيه دي ما بيقدر يواصل يقرا مده طويله. انت بتقعده ساعه ساعتين ثاني تقابضوا يمين شمال 3 4 ساعات ما يقعد لك. فالاستراتيجيه دي مناسبه للاثنين ديل، اللي ما قادر يقرا لمده طويله واللي عنده تشتت نقص في التركيز. فدي مناسبه خالص لهم الاثنين. لو طبقنا الحياة دي بيكون عندها الفوائد بتاعتها اللي هي نفس النتائج. طيب المراجعة قبل الامتحان. قبل الامتحان راجعوا الخطوط العريضة، تمام؟ مفردات المقرر، ملخص المقرر. لقيت حاجة انت نسيتها ما قريتها، اديها قرية بسيطة، ما تركز معاه، لانها دي حتمسح كل الفات لو ركزت، لانه التوتر حيخليك خايف، حيمسح كل الفات. بعدين تخش الامتحان وهي ما تجي في سؤال في الامتحان تكون فقدت الجزء الأكبر. فأنت من هسه ركز، غطي كل المقرر، ولو يعني حصل حاجة زي دي تديها قرية خفيفة كخلفية بس.
يا اخي وجد يعني احد شرفنا بكم كثير جدا، ونتمنى انه نكون معاكم كمان وكمان، وتبقى دي الخير ان شاء الله وتواصل بيننا، وما لازم الا جبنا المواقف او الظروف او مشاريع زي التعليم، ان شاء الله يبقى تواصل دائم بيننا وبينكم، ونحن اولادكم يعني، وتقبلوا منا الكلمات البسيطه عسى ولعل انها يعني تعبر عن احاسيس جوانا، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.